رجعنا لكم مرة تانية في دكتور هيلث، أكبر برنامج طبي في مصر والشرق الأوسط. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا لمرضى الغسيل الكلوي، وهو الوصلة الشريانية الوريدية، واللي بنسميها ساعات شريان الحياة لمرض الفشل الكلوي. ساعات الوصلة دي بتفشل، ليه ده بيحصل؟ إزاي نقدر نحافظ عليها أطول فترة ممكن؟ وعلشان كده هيكون معانا النهارده دكتور محمد إبراهيم شولح، استشاري طب وجراحة الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ في البداية يا دكتور عايزين نفهم من حضرتك إيه هي الوصلة الشريانية الوريدية؟ بص حضرتك، الوصله الشريانيه الورديه هي عمليه بتتعمل عشان نوصل الشريان بوريد، وبتعمل لمرضى الغسيل الكلوي او الفشل الكلوي عشان نحضرهم ونأهلهم لعمليه الغسيل الدموي اللي هم هيبقى مستمرين عليه. ليه بنعمل ده من البدايه؟ احنا بنعمل ده من البدايه علشان معدل سريان الدم اللي هيعدي في الوريد يوصل لدرجه معينه، اللي بالتالي بيسمح لمكنه الغسيل الكلوي تغسل بكفاءه عاليه، وده بينعكس على جوده حياته وحياه المريض. الحاجه الثانيه اللي بيعملها عمليه التوصيل ديت ان هي بتخلي جدار الوريد يكون سميك لدرجه معينه، بحيث يستحمل دخول وخروج ابره الغسيل الكلوي من غير ما يحصل مشاكل او نزيف فيما بعد. وبرده في نفس الوقت قطر الوريد اللي بيحصل فيه العمليه دوت يكبر، فبالتالي يبقى عندي اكتر من مكان اقدر ادخل فيه المدخل والمخرج بتاع المكنه بتاعه الغسيل الكلوي، عشان تكرار وغز الابر في نفس المكان ممكن يعمل مشاكل ويعمل تلف الوصل. قول لي